ونطير بعد كده للمركز ال11 مع فيلم الفانتازيا الغريب إينوياشيكي، المقتبس من مانجا بدأت من 2014 وانتهت تزامنا مع الأنمي في 2017 على 11 حلقة بس، وبعدها بسنة في 2018 عرض الفيلم ده. والأنمي بتاعه زي الفيلم كده، مظلومين ومش معروفين خالص. حتى الفيلم الكوري الشبيه له شوية برضه مش معروف، ممكن علشان الفكرة واخدة شوية من أفلام مارفل، تحس إن الفكرة مش يابانية، الأفكار اليابانية مختلفة عن كده. بس حتى في الأفكار السطحية زي شخص بقوة خارقة والكلام ده، اليابانيين ظبطوا فيها وخلوها مثيرة، بحيث إن الفيلم بيركز على الراجل العجوز ده والشاب ده، والاتنين في البداية هتحصل لهم حادثة غريبة، غالبا كده زي ما قرأت ماتوا، وعملت الكائنات الفضائية الشخصين دول آلات من جوه. بس مش داخلة دماغي قوي حتة إنهم ماتوا، لأن مشاعرهم موجودة زي ما هي. المهم بإن الاتنين دول عندهم قدرات خارقة وبقوا آلات، بس الشاب سايكو وبيستخدمها في القتل وبيتسلى، والعجوز بيستخدمها في الخير. وبعدين الموضوع هيتطور وهتحصل مواجهة شرسة ما بينهم، وصاحبنا ده هيستخدم قدرته في قتل الناس في مشهد يشد جامد الصراحة. لكم أن تتخيلوا إنه يقدر يقتل كده. أفكار الأفلام اللي بيبقى فيها قوة خارقة بتركز أكتر على المؤثرات البصرية والقتالات والكلام ده، لكن هنا الوضع مختلف. هنا أنت بتركز نفسيا وعاطفيا مع شاب بيواجه مشاكل كطالب مدرسة، وعجوز عرف إنه قدامه كام يوم ويموت. يعني شخصية عادية ما فيهاش حاجة مميزة. فكرة جديدة إن الشخصية الرئيسية في فيلم قوة خارقة يبقى عجوز، فالفكرة حلوة، وحسب ما أذكر الفيلم نظيف، ده غير إنه فيه مناظر دموية وعنيف جدا، فوجب التنويه.